السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم وصفه جديده اللي هي وصفه ديال الكب كيك اللي كيجيو زوينين بزاف، مقادير اللي هما بساط، كيجيو زوينين لا في الشكل ولا في المذاق. ممكن ديروهم في العشيه مع قهوه او لا في الصباح تفطروا بهم او لا تعطيهم لوليداتكم يديوهم معاهم المدرسه. نمشيو للمقادير وطريقه التحضير، وقبل من هذا الشيء ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، كومنتير زوين، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. غادي نبداو. اول حاجه غادي نحتاجو واحد الساشي ديال الفاني، غادي نحتاجو كاس قل ربع ديال السكر، غادي نحتاجو كاس ديال الزيت، وغادي نحتاجو كذلك كاس ديال الحليب. هنايا عندي زوج ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، وغادي نحتاجو جوج ديال البيضات. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو بطبيعه الحال مع الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نحتاج جوج د الكيسان. الكاس الثالث غادي يكون ناقص منه شويه، يعني كاس قل ربع كما كنقولوا. صافي هنايا غادي ناخد الاناء ديالي فاش غادي نجمعوا الخليط. غادي ندير فيه زوج ديال البيضات مع كاس ديال السكر والساشي ديال الفاني. غادي نطرب كلشي بالطراب الكهربائي ونرجع معكم. الا ما عندكمش الطراب الكهربائي غير طربوه مزيان بالطراب ديال اليدوي حتى غادي يبيض لكم شويه الخليط. هذا هو الخليط اللي كنتحصلوا عليه كما كتشوفوا بياض. من بعد غادي نضيف معاه كاس ديال الزيت. صافي غادي نكمل هنايا غير باليد وصافي، ما غاديش نستعملوا الطراب الكهربائي. غادي نخلطو مزيان حتى غادي يدخل لينا الزيت، ما غاديش يبقى كيبان. غادي من بعد نزيد داك الكاس ديال الحليب وغادي نعاود نخلط الخليط. صافي من بعد ما خلطنا الخليط مزيان غادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للدقيق غادي نقسمو على جوج ديال الدفعات. غادي ندير الدفعه الاولى غادي نخلطها مزيان حتى غادي تدخل ليا في الخليط كامل، ما غاديش يبقى كيبان الدقيق نهائيا. وغادي نزيد الدفعه الثانيه بهذا الشكل كما كتلاحظوا. من بعد غادي نزيد هنايا هادوك جوج د الساشي ديال الخماره ديال الحلويات. هنايا غادي نضيف كإضافة اللي كتعطي واحد الهشة، واحد الخفة للكب كيك ديالكم، هو واحد المعلقة كبيرة ديال الخل. بالنسبة للخل كان عندكم ضيفوه، راه كيزيد واحد الهشاشة. ما كانش عندكم ماشي مشكل. هنايا انا شفت العجين شوية خاصو الدقيق، زدتلو كما كتشوفوا غير واحد الربع كاس. المهم العبار مضبوطين غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. صافي هنايا هذا هو الخليط اللي كنتحصلوا عليه. بالنسبه للكب كيك الخليط ديالو ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش خفيف، بحالو بحال لي كيك العاديين. هنايا غادي نقسم الخليط على زوج. النصف الاول غادي نخليه هكذاك بيض، النصف الثاني غادي نزيد معاه واحد جوج د الملاعق صغار يكونوا عامرين ديال الكاكاو المر. صافي غادي نخلط الخليط مزيان ونرجع معكم. من بعد ما ساليت من الأحسن أنكم تخليو الخليط ديالكم يرتاح تقريبا غير واحد 5 حتى ل10 ديال الدقائق. صافي من بعد غادي نجيب المول ديال الكب كيك، غادي ندير فيهم الكويغطات بحال هاد الشكل. صافي غادي نبدا كنضيف الخليط ديالي. غادي نحتاجو المعلقة، غادي نبدا كنضيف واحد نص معلقة صغيرة ديال الخليط الأبيض، من بعد معلقة صغيرة ديال الخليط الأسود، من بعد الأبيض الأسود. كنبقى غادية هكذا حتى كنكمل الكب كيك ديالي. الكيغط كيبقى له واحد شويه ويعمر. صافي كنمشي للكب كيك الثانيه اولا الكيغط الثاني، كنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل لي كب كيك كاملين ونرجع معكم.
هنايا من بعد ما ساليت جبت واحد العمود، درت خطوط من الفوق باش يجيوني الشكل ديالهم بحال هكذا. كندخلهم للفران، درجة الحرارة راها ناقصة بحال كيما كنطيبوا الكيك ديالنا عادي. ضروري ما تكون النار مهيلة. صافي من بعد ما طابوا خرجتهم كيما كتشوفوا بهذا الشكل. راه كيجيو طايبين وكيجيو زوينين. هنايا ممكن تخليوهم غير هكذا، راه كيجيو زوينين الشكل ديالهم بلا ما تزيد لهم حتى شي حاجة. انايا بغيت نزيد لهم شوية ديال التزيين، غادي نزينهم بالفوق. غادي نديرو ليهم شوية ديال الشكلاط بهذا الشكل كيما كتشوفوا. شديت واحد شوية ديال الشكلاط ذوبته، درتو في واحد البلاستيكه بحال هكذا. كندير غير واحد شوية من الفوق، فوق ديال الكاب كيك بحال هذا الشكل. ومن بعد كنضيف لهم شوية من الفوق لوز مهرمش اولا كاوكاو مهرمش اللي كان عندكم متوفر، اولا تخليوهم هكذا بساطين. اللي بغيتو الزواق كيبقى اختياري. كانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. كنتمنى تجربوا الوصفة وتكتبوا لي في كومونتير كيف جاتكم. نتلاقاو في حلقة جاية إن شاء الله. بسلام عليكم.